لا تنسوا الاشتراك في قناتكم أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ، ما تنسوش دعمونا. ملخص أحداث ونتيجة مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي. حقق فريق النصر فوزا مهما على مضيفه الفتح بهدفين دون رد في مباراة الجولة 22 من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الفتح ليواصل الفريق النصراوي سلسلة نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه في جدول ترتيب الدوري. جاء الفوز بعد أداء متماسك للفريق النصراوي من البداية وحتى صافرة النهاية، في مباراة شهدت الكثير من الفرص المثيرة والأحداث المهمة. افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 18 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من زميله ساديو ماني، لتصبح النتيجة 1-0 ويمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة. وحاول الفتح إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، لكن الحارس والدفاع النصراوي كانا في الموعد، حيث اصطدمت كرة ماتياس فارغاس بالعارضة قبل أن تخرج دون تهديد فعلي على مرمى النصر. شهد الشوط الثاني استمرار سيطرة النصر على مجريات اللعب، حيث أضاع الفريق عدة فرص محققة للتسجيل، أبرزها تسديدة جواو فيليكس التي ارتدت من العارضة في الدقيقة 52، فيما ألغت تقنية الفيديو هدفا آخر للنصر بسبب تسلل محمد سيمكان في الدقيقة 58. ومع مرور الوقت حافظ النصر على هدوئه وركز على اللعب الجماعي، وهو ما أثمر عن الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد تسديدة قوية من أيمن يحيى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من صدها، ليصبح التقدم 2-0. ومع دخول المباراة مراحلها الأخيرة، أضاف الحكم 8 دقائق كوقت محتسب بدلاً من ضائع، ولكن النتيجة لم تتغير خلالها رغم محاولات الفتح المتكررة لإدراك هدف يقلص الفارق. وأجرى مدرب النصر تغييرات مهمة في اللحظات الأخيرة، حيث خرج كريستيانو رونالدو في الدقيقة 95 ونزل مكانه عبد الله الحمدان لتثبيت الأداء الدفاعي وإبقاء السيطرة على مجريات اللعب حتى النهاية. وبهذا الفوز يرفع النصر رصيده من النقاط ويواصل الضغط على فرق الصدارة في دوري روشن السعودي، فيما يبقى الفتح بحاجة لتحسين الأداء في الجولات القادمة لتعويض النقاط المهدرة. المباراة أظهرت قوة النصر على الصعيدين الدفاعي والهجومي، مع انسجام واضح بين اللاعبين الرئيسيين مثل رونالدو، ماني وأيمن يحيى، ما ساهم في حسم اللقاء بشكل مريح. كما تميزت المباراة بالحماس الكبير من الجماهير النصراوية التي دعمت الفريق طوال 90 دقيقة، وسط متابعة كبيرة من الإعلام والمشجعين، وهو ما يعكس أهمية الفوز في سياق المنافسة الشرسة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم.